البديل الأمثل للكليشة هي المعمول، لأن خطواته سهلة ومقاديره أقل وما ياخذ جهد هواية. تعالوا أنا وياكم نسوي. خليت نص كيلو طحين ويا ربع كوب دهن حيواني، وراح أبدي أظل أفركت بالعجينة إلى أن أحصل على القوام مثل ما تشوفوه، مثل الكريمة هالشكل بالضبط. تقدرون هالخطوة هنا تبردوها في ربع ساعة بالثلاجة. حليب مكثف خففته بماء وخليته على العجينة وراح أبدي ألم بيها. شرط تلموها مو تعجنوها، إلى أن تحصلون على قوام عجينة لا يتفركت ولا يتفطر، هذا شرط على مود تطلع النتيجة بعدين بعد الشوي كلش طيبة. وهالشي راح أبردها للعجينة في الساعة وأبدي أحشيها. الحشوة اختيارية. أنا هنا الفستق الحلبي مجرد خلطت وياه حليب مكثف، والتمر العادي نفسه مال مثل مال كليتشة، ممكن جوز، وراح أبدي أكورها. طبعا تقدرون تسووها بقوالب أي شيء حسب اللي عندكم، أو ممكن هاي شوفوها الكرة مجرد تضغطون عليها بالشوكة حيطلع شكل حلو. أنا سابقا منزلتها. المعمول ينشوي على درجة حرارة عالية فوق 200، الفرن يكون حامي ودرجة الحرارة فوق 200، وأشغل جوه وفوق سوا. في حالة ما يشتغل الفرن عندكم جو فوق وجوه سوا، شغلون أول شي الفوق في ربع ساعة وبعدين الجو بس